أقيم حفل افتتاح بروميت سنتر للعيادات الطبية التخصصية في مطعم لارك مخدوشة، وذلك برعاية نقيب أطباء لبنان البروفيسور يوسف بخاش ممثلاً بنائب النقيب الدكتورة غنوة الدقدوقي. قدمت الحفل الإعلامية نور شعيب من قناة هادي برودكشن الإلكترونية، مرحبة بالحضور الكريم والفعاليات السياسية والاجتماعية والكادر الطبي. وقد تخلل الحفل كلمة لمديرة مركز بروميت سنتر دكتورة الأطفال وحديثي الولادة سلطانة بيضون، شاكرة فيه الحضور معربة عن فخرها بإصرارها وزوجها على زرع بصيص أمل وسط عتمة عوائق، وحريصة على وصف بروميت سنتر بحلم لبس ثوب الحقيقة وحصاد ثمرة حب ووفاء. الحياة كلنا بحاجة لسند يكون معنا وحدنا، فكيف إذا كان هيدا السند هو شريك حياة عطانا كل الدعم. بروميت سنتر هو ثمرة حب وجهد وحلم وتعب. قررنا نستثمر ببلد مفقود في الأمل ونجرب نضوي شمع الطموح بجنوب الصمود. واختتم الحفل بتقديم دروع تكريمية لمدير شركة سي كونتراكتورز المهندس هيثم ناصر، مدير شركة رويا دانت الأستاذ أحمد أبو ريا، ونائب نقيب أطباء لبنان الدكتورة غنوة الدقدوقي. بروميت سنتر مركز طبي مجهز بكافة معايير الجودة من حيث التقنيات والمعدات، وتشمل خدماته طب الأسنان، الأمراض الجلدية والعناية بالبشرة، طب الأطفال، جراحة عامة، أمراض القلب والشرايين، والعديد من الاختصاصات، مع متابعة حثيثة للمرضى. بروميت سنتر مركز لكل العيلة.